السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي اللي مشرفيني في القناة، مشرفيني ومنوريني دايما يا رب. حقيقي انا بفرح جدا جدا بأي مشترك جديد بيجي عندي في القناة. بتدوني باور كده وبحس ان انا عايزة اقدم ليكوا احسن حاجة في الدنيا. انا شيرين من قناة كرنفال شيري. لو اول مرة تشوفوني حبايبي، يا ريت تشتركوا معايا في القناة، ده يشرفني جدا جدا، وهتساعدوني ان القناة تظهر وتكبر اكتر واكتر ان شاء الله. هنقدم ايه النهارده؟ هنعمل كيكه بصوص الشوكولاته، كيكه سهله جدا. ما فيهاش اي صعوبه. مش هقولك اقتصاديه لان ما فيش حاجه الايام دي اقتصاديه، بس ان شاء الله مكوناتها سهله وبسيطه وهتكون في متناول يدينا. يعني حاجه كده ايه ان شاء الله، سعرها مش هيكون برضو ايه غالي قوي عليكي. احنا هنسمي بالله، وهنا معانا ايه؟ اول حاجه معايا 2 بيضه، حطيت عليها كوبايه الا ربع سكر، وحطيت كمان رشة من الفانيليا، أو لو كيس فانيليا هتحطي الكيس كله، وحطينا كمان معلقة صغيرة خل. يبقى حطينا ايه؟ حطينا 2 بيضة، حطينا كوباية إلا ربع سكر، حطيت رشة من الفانيليا أو كيس فانيليا، وحطينا معلقة صغيرة خل، وهنضربهم كده بقى ايه بالمضرب كويس جدا. طبعا انت ممكن تعملي المكونات دي كلها في شفشق الخلاط وهتبقى زي الفل. هنحط كمان كوباية إلا ربع زيت وكوباية إلا ربع لبن. هنضرب المكونات السايلة دي كويس قوي مع بعض. كل ما بتضربي فيها أكتر سواء بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط، ده بيديكي نتيجة حلوة قوي للكيك. كده خلاص ضربنا المواد السايلة بتاعتنا، هنيجي بقى للمواد الجافة بتاعتنا. أنا معايا هنا كوبايتين من الدقيق. هنحط على كوبايتين الدقيق معلقتين كبار من الكاكاو الخام. انا بستعمل الكاكاو الاسباني، بيديني نتيجة حلوة قوي. ومعايا هنا كمان معلقتين من بودرة النسكويك اللي هي الشوكولاتة، بودرة النسكويك الشوكولاتة. حطيت كمان معلقتين منها. لو مش متاح عندك بودرة النسكويك، هتكتفي بمعلقتين الكاكاو وهيدوكي نتيجة حلوة قوي. وحطينا كمان كيس من بيكنج الباودر، وحطينا رشة ملح، رشة ملح علشان تظهر لنا الطعم بتاعنا. يبقى حطينا المواد الكافة: 2 كوباية دقيق، معلقتين كبار كاكاو، معلقتين بودرة نسكويك لو متاحة، لو مش متاحة خلاص اكتفي بمعلقتين الكاكاو. وحطينا كمان بسم الله الرحمن الرحيم كيس بيكنج باودر ما يعادل معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. وهنقلب كده بقى. هنا ايه، انا استعملت المضرب اليدوي، يعني بحب الم الدقيق بيه، لكن صراحة يعني ما بفضلش ان انا الم الدقيق بالمضرب الكهربائي. انا هنا استعملت المضرب اليدوي. هيطلع الخليط معانا كريمي كده زي ما انتوا شايفينه. هو ده القوام المثالي بتاع الكيكة. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا. الصينية هنا أنا دهنت أرضيتها سمنة. أنا بفضل إن أنا أدهن أرضية أي صينية سواء كيك أو حلويات أو أي حاجة سمنة، ده بيديني نتيجة أحسن من إنك تدهنيها زيت. بحس إن السمنة حنينة كده على الحاجة اللي في قلب الصينية، وبتديها سوا كده مظبوط من أرضية الكيك بتاعنا. لكن بحس إن الزيت بيشعوط الحاجة بسرعة. خلاص كده عملنا الصينية وخبطناها خبطتين كده. هنحطها بقى ايه في البوتاجاز على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، وطبعا الفرن كان شغال من قبلها. هنيجي هنا لصوص الشوكولاتة بتاعنا. احنا عايزين نعمل صوص شوكولاتة كده خفيف كريمي، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، وسط كده كريمي. معايا هنا نص كوباية سكر بودر، ومعايا كمان نص كوباية كاكاو خام، ومعايا رشة الملح اللي هتظهر لينا الطعم، ومعايا رشة الفانيليا أو كيس فانيليا. يبقى كده هقلب الكاكاو المواد الجافة معايا، اللي هي نص كوباية سكر بودر، نص كوباية كاكاو، رشة من الفانيليا، رشة من السكر، وكمان حطيت عليهم نص كوباية لبن، وهضربهم كويس قوي مع بعض. ومعايا كمان نص كوباية زيت، بس ايه هضرب الأول اللبن كده مع المواد الجافة شوية. طبعا انا هكتب لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف ان شاء الله. هكتب لكم مكونات الكيكة ومكونات صوص الشوكولاتة كله في صندوق الوصف. يعني لو اي حاجه كده ضاعت منكم، انزلوا لصندوق الوصف هتلاقوا كل المكونات تحت. معايا هنا بقى الزيت، هنزل بيه شويه بشويه كده على الخليط اللي معانا. هنضرب فيه كده لحد ما القوام يوصل معانا القوام الكريمي. هوريه لكم دلوقتي.
ليه أنا عايزاه كريمي مش تقيل ومش عايزاه خفيف برضه أوي، عايزاه كريمي كده علشان لمّا أحطه على الكيك يتوغّل كده ويتغلغل في قلبها. أنا الكيكة بتاعتنا لمّا أخلّصها وهاطلّعها كده، هنبدأ نعمل فيها ثقوب علشان ندلق عليها الصوص والصوص كده يتوغّل في قلبها. خلاص كده هو ده القوام اللي أنا عايزاه. وهنا صينية الكيكة بتاعتنا طلعت، عملت بقى فيها شقوق كده بعصاية الشيش طاووق، هاعمل فيها كده شقوق كتيرة. وهننزل بقى بصوص الشوكولاتة بتاعنا اللي حضّرناه. طبعًا صوص الشوكولاتة أنا بعد ما عملته يعني إيه سِبته في التلاجة شوية كده 5 دقايق كده. إحنا بننزل بصوص الشوكولاتة على الكيكة وهي سخنة، خرّجاها من الفرن وانزلي على طول بصوص الشوكولاتة عليها، عشان صوص الشوكولاتة ينزل كده في قلبها وهي سخنة ويتوغّل كده إيه في قلب الكيك. هنساوي كده الصوص عليها. هنحط مكونات صوص الشوكولاتة اللي عملناه كله، هو ينطبق على قد صينية الكيك. الصينية دي يا جماعة أنا نسيت أقول لكم هي مقاسها 28. مكونات الكيكة بتاعتنا اللي عملناها كانت في صينية مقاسها 28. خلاص كده سوينا صوص الشوكولاتة عليها، هنسيبها بقى تبرد خالص وبعدين نقطعها. لو مستعجلة عليها سيبها في التلاجة 10 دقايق ربع ساعة وخرجيها. أنا هنا خلاص سبتها بردت معانا وقطعتها كده بالمنظر ده. هنشوفها بقى مع بعض. هنطلع أول قطعة كده وربنا يستر بقى إيه ما تتقطعش. أول قطعة دي بنضحي بيها على طول، إن شاء الله تطلع معانا كويسة. طلعت معانا اهي الحمد لله. شايفين بقى القوام الكيكة تحفة، وصوص الشوكولاتة باين في قلبها. قوامها حلو جدا وطرية جدا ومش مكلفة برضو يعني إيه قوي. يعني هي ايه تكلفتها بسيطة ان شاء الله هتكون في متناول ايدينا كلها. يعني هي كل الحكاية 2 بيضة ونص كوباية لبن، الكاكاو يعني كلها حاجات بسيطة ان شاء الله. يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتكون الكيكة عجبتكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، تحطوا لايك للفيديو بليز بعد إذنكم. والسلام عليكم ورحمة الله.